جولتنا النهارده في دجله المعادي. الشقه هنا 160 متر مكون من 3 غرف وصاله و2 حمام ومطبخ. الريسبشن هنا اول حاجه هنبدا بيه ان هو مكون من قطعتين، الجزء بتاع التلفزيون والجزء بتاع سفره والبوفيه. بعد كده عملنا هنا بعض التعديلات، وسعنا الطرقه بالشكل ده. كانت الطرقه هنا مدخلها 90 سم، فوسعناها بالشكل ده بقى 2 متر ونص عشان يدي اتساع للريسبشن ويدي ماتشنج بين الطرقه وبين الريسبشن. بعد كده وسعنا المطبخ بالشكل دوت، كان فيه هنا حيطه في النص لحمام تاني، وسعنا المطبخ للحمام فادى معانا مساحه للمطبخ بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. بقى المطبخ مساحته ما شاء الله كبيره جدا، حوالي 5 متر في عرض 2 متر 30. بعد كده هنخرج من المطبخ. عندنا هنا غرفه النوم الماستر، عملنا هنا مكان التلفزيون. طبعا احنا شغالين حاليا في مرحله تاسيس الكهرباء. ده التفتيح بتاع العلب. تفتيح العلب لازم يكون بالصاروخ، ما يكونش بالهيلتي، ده افضل. بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. طبعا هنا في الشاشه وفي هنا الدولاب والتسريحه. عندنا طبعا هنا الطرقه ما شاء الله مساحتها طويله جدا، فعملنا هنا لوحه الخدمات بتاعتنا اللي فيها الراوتر والتلفزيون والنت. عملنا هنا ديفيتير للطرقه والكنترول الثاني بتاعه من هناك. عندنا هنا غرفة الأطفال. الغرفة فيها 3 سراير. عملنا سرير وبعد كده كومود، بعد كده سرير، بعد كده كومود. بعد كده عملنا هنا في الدولاب، وعندنا في مواجهة السرير هنا في التي في، وعندنا التسريحة والمراية بتاعتنا. عندنا هنا دي غرفة الليفنج. عملنا حسابنا ان هي ممكن تكون فيما بعد غرفة أطفال، فعندنا هنا عملنا حساب ان هنا في سرير وهنا في سرير وهنا في كومود، او لو ليفنج هيكون حرف ال. راعينا ده في توزيع الكهرباء. عملنا هنا علبة كهرباء لو ركنة. عملنا هنا باريزة لو هيبقى فيما بعد ان هي تكون غرفة أطفال، فيبقى يجي علبة كهرباء فوق الكومود. وكذلك برضو هنا كان في عمود خرسانة، ففضلنا ان احنا العلبة تكون في جزء من الاستخدام جوه. عملنا هنا مكان مفتاح التكييف، ودي الفتحة بحيث ان ماسورة التكييف تخرج على الوحدة الخارجية للتكييف. وعملنا هنا الجزء دوت بتاع التلفزيون، ولو فيما بعد حصل اي تعديل يبقى الاوضه فليكسبل معانا متاح فيها التعديل.